السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. تتوالى المفاجآت، والنهاردة أهم مفاجأة بننتظرها في الموسم، وهو تفريخ الكبرى المصرية. طبعا ده يا جماعة البيض اللي حضرناه أول مرة، كنا صورناه مع حضراتكم وحضرناه. والنهاردة أول فرخ طلع معانا زي ما حضراتكم شايفين هنا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي هنا كوبرا مصرية. طبعا الكوبرا ده يا جماعة بتخرج من البيضة بتكون فيها غدد السم، وبيكون فيها سم وتستطيع القتل، ولكن بتحتاج من ساعتين الى 3 ساعات عشان تقدر ان هي تتحكم في اللدغات، او تقدر تتحكم في ان هي تقدر تلدغ، وتقدر ان هي تحقن السم. ولكن قبل مرور ساعتين بيكون مفيش منها اي خطر نهائيا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، انا بحاول ان انا اوضحها. دي هنا يا جماعة الكوبرا المصرية. طبعا هنسيبها لحد ما الباقيين يخرجوا، ونتابع مع بعض ان شاء الله عملية خروجهم من البيضة. طبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين ادي واحدة هنا قربت ان هي تخرج. في عندنا واحدة هنا وواحدة هنا، وطبعا عدد البيض زي ما حضراتكم شايفين كل البيض الحمد لله كله نجح، مفيش اي حاجة في البيض فسدت. ولسه معانا طبعا في بيض تاني غير ده موجود، ولكن زي ما حضراتكم شايفين هنا عملية الخروج من البيضة كل الثعابين بتبقى زي بعضها في مراحل خروج من البيضة، كلهم بيبقوا نفس الطريقة. ادي واحدة هنا يا جماعة بتحاول ان هي تخرج من البيضة. عندنا كوبرا هنا يا جماعة دماغها سودة جدا جدا جدا، اكتر من الاتنين اللي خرجوا. بصوا يا جماعة، دي السواد بتاعها مختلف عن التانيين. بصوا يا جماعة اللي هنا ديت شكل الرأس هنا عامل ازاي، بصوا دي هنا شكل الرأس عامل ازاي. مش عارف بقى بقية الجسد هل هو اسود بالكامل ولا لا.
نشوف بقى مع بعض يا جماعة الانتاج من اول صندوقين او من اول كوبرتين تم تحضينهم. هنا اللي قدام حضراتكم دول هنا كده 45 كوبرا، دول من كوبرتين فقط، يعني تحضين بيض كوبرتين فقط. ونرد سريعا على السؤال اللي اتسأل كتير جدا وناس كتيرة جدا بتسأله، الأعداد دي كلها هتعمل فيها ايه؟ أو هل انت بتربي الأعداد دي كلها عندك ولا بتطلق سراح الأعداد دي كلها؟ طبعا يا جماعة احنا ما عندناش في مصر هنا غابات زي بره ان احنا نطلق فيها سراح الأنواع السامة، وأنا شخصيا ما بطلقش أي نوع سام نهائي في البرية، سواء فرغته عندي أو أنا اصطادته، عمري ما بطلق سراح أي نوع سام نهائيا. اللي عندنا هنا يا جماعه الكبرى المصريه بتتواجد في الاراضي الزراعيه، والاراضي الزراعيه عندنا هنا طبعا فيها مزارعين، وكل مكان فيه زراعه موجود فيه مزارعين، فعشان كده ما ينفعش ان انا اطلق سراحها في البريه. ولكن في عندي صديق بيجي كل سنه بياخد مني الانواع دي كلها، كل الانواع اللي بتفس عندي سواء انواع سامه او غير سامه، وبيتم تصديرها للخارج. في ناس كتيره جدا في الخارج بتفضل ان هي تربي الانواع ديت من صغرها عشان تقدر ان هي تعودها على نظام معين، سواء النظام ده كان في الغذاء او في نظام التربيه. وايضا بتقدر ان انت تخرج كميات، يعني في الوزن وفي الشحن بيكون طبعا الكميات كبيره مقارنه بالوزن. فالانواع دي كلها يا جماعه بيتم تصديرها للخارج. اما موضوع ان انا افرخها عندي او ان انا احاول ان انا اخليها ان هي تحضن عندي وتخرج من عندي، ده من صميم شغلي وده من اهم الحاجات اللي بتخليني اتعرف اكتر على سلوكيات الكائنات ديت، ويبقى عندنا معلومات اكتر عنها سواء هي كبيرة او هي صغيرة. فبالتالي مفيش اي حاجة من دي بيتم اطلاق سراحها في البرية مرة تانية، لان ما عندناش غابات داخل مصر. ففي الختام اتمنى ان اكون افدت حضراتكم، واتمنى دعواتكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.